السلام عليكم. النهاردة هبدأ معاكم سلسلة حكايات صغيرة عن بعض حالاتنا، وإيه النصيحة اللي ناخدها عشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل من الحالات. حكاية النهاردة عندنا مريضة سنها 74 سنة. هي مريضة كانت بتعاني من نزيف من الرحم على مدى 4 أو 5 شهور. كانت نصيحة الأطباء دايما اللي بيزورهم إن هو علشان السن الكبير لا ينصح بأي تدخل، واقترحهم إن هو يتم المتابعة على مدى طويل شوية. لكن بصراحة هو احنا كان رأينا مختلف شوية. المفروض طبعا إن النزيف اللي موجود بعد انقطاع سن الحيض واحد من العلامات الخطيرة أو الريد فلاجز، أو العلامات التي تنذر بوجود ورم في الرحم، خاصة إذا كان النزيف متكرر على فترة أكبر من 3 شهور. نصحنا المريضة يمكن في الوقت ده إن احنا نتدخل جراحيا عن طريق عينة من بطانة الرحم، أو إن احنا نتدخل لاستئصال الرحم، لأن الزايدة اللحمية برضه كان شكلها يخوف من جوه بطانة الرحم. المريضة يمكن قلق أهل المريض من موضوع التدخل الجراحي وتحذيرات الأطباء خلاهم يتجهوا إن هم يختاروا خط المتابعة أكتر. وبعد 3 شهور عملنا أشعات المتابعات، لقينا إن في الورم حجمه بقى 3.5 سنتي، كبير داخل بطانة الرحم. وده طبعا مع تكرار النزيف اللي موجود خلانا نلجأ إن احنا نعمل أشعة رنين الأول على الحوض. شفنا إن الورم كبير وبدأ يتشعب في جدار الرحم، وبدأ يحصل تضخم لبعض الغدد الليمفاوية اللي في الحوض مشكوك في وجود ورم فيها. الأشعاعات التانية بتاعت الجسم طلعت الحمد لله إن مفيش أي حاجة موجودة في الجسم تاني. على الفور تدخلنا جراحيا وعملنا استئصال للرحم كامل وتنظيف الأعضاء الليمفاوية في الحوض بالجهتين. المريضة طلعت من العملية ممتازة. نصيحتنا النهاردة من الموضوع ده، أول حاجة سن المريضة مش عائق دايما للتدخل الجراحي، مادام احنا بنقيم المريض كويس من جهة القلب ومن جهة التحاليل، حتى لو في بعض المشاكل بنقدر نظبطها نتدخل جراحيا. الفكرة التانية إن بعض الأحيان خط المتابعة ما ينفعش مع بعض المرضى، لأن زي ما احنا شفنا الأول ما كانش فيه غدد لمفاوية موجودة في الحوض، لا بقى فيه غدد لمفاوية في الحوض متضخمة ومشكوك في وجود ورم فيها. التشعب اللي كان في الرحم كان تشعب بسيط، دلوقتي لا بقت واخدة أكتر من نص عضلة الرحم، وده مضمونا ممكن يحتاج إن احنا نكمل بعلاج كيماوي بعد الجراحة. شكرا جزيلا. دي كانت حكايتنا النهاردة ودي كانت نصيحتنا لكم. شكرا، أشوفكم على خير.